جمهور واعلام ونادي الزمالك علموا مصر كلها مش النادي الاهلي بس درس مهم جدا امبارح بعد مباراه القمه. الناس كلها مفكره ان نتيجه 1-1 يعني تعادل. لا، نادي الزمالك غير النظريه، واعلام وجمهور نادي الزمالك غيروا النظريه. نتيجه 1-1 بالنسبه لنادي الزمالك هي فوز حقهم، ما هم يتعادلوا مع الكبير مع النادي الاهلي. ولدرجه ان اسلام صادق طلع على صفحته وقال انديه الخليج هتفاوض بسيره بعد تعادله مع النادي الاهلي. فعلا تعادل مع النادي الاهلي حاجه كبيره جدا. ولما اتغلبوا من بيراميدز 3-0 قال لك ايه يعني، عادي في بيتها ابن عمنا. مع ان في مثل اللي يتجوز بنت عمه ما يجيبش منها عيال، بس للاسف بيراميدز يومها جاب من بنت عمه 3. عاش نادي الزمالك معلم الاجيال. بالنسبه لي انا كاهلاوي فعلا افتخر ان اهلاوي ان التعادل معناه الهزيمه عندنا. ما بنعرفش في الاهلي غير الفوز. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اكون شاكر.